المطار هو أول نقطة في البلد الأجنبي بيشوفها، وآخر مكان بيودعه هو راجع بلده. المطار بوابة مصر يدخل منها ضيوفنا إن شاء الله آمنين، ويخرجوا منها بإذن الله سالمين. والمطار هو نقطة انطلاق للمواطن المصري اللي رايح يسعى ورا رزقه، أو اللي رايح يحج ويرضي ربه. عشان كده كان لازم نطور مطاراتنا ونحسن فيها خدماتنا لابن البلد ولضيوفها، عشان نأمنهم ونيسر لهم وأهلهم اللي جايين يستقبلوهم واللي عايزين يودعوهم. تقريبا ليا 16 سنة بسافر. الأيام دي في تغيير كامل يعني شامل بالنسبة للكافيتريات والخدمة في المطار والتطوير كل حاجة. يعني الإجراءات سهلة ويسهلوا الدخول ومفيش تعقيدات. احنا كنا قبل ما نسافر كنا بنسمع ان كان في يعني عقبات بتقابل الناس اللي مسافرين، لكن دلوقتي بصراحة على اللي أنا شايفه مفيش، كله تسهيلات بصراحة. سرعة الإنجاز المعاملات وعدم التعطيل والديكور في المطار وحاجات كتير حلوة الحمد لله. بالنسبة للناس اللي جايين بينتظروا في أماكن الانتظار وكله تمام يعني. أنا ما حسيتش إن أنا يعني تعبت في حاجة بالنسبة لي، يعني الحمد لله كانت سهلة قوي قوي وما كنتش مصورة هتبقى سهلة كده يعني. من سنة ونص كان الوضع كان مختلف عن دلوقتي، كانت الجمارك كانت صعبة شوية، الوقوف على الجوازات كان بياخد وقت طويل قبل ما بنخرج. النهارده شيء مختلف. انا جيت المطار بصراحة يعني انذهلت باللي شفته. الحاجة بتاعت زمان غير دلوقتي خالص. واجهة حضارية أكيد يعني للبلد كلها مش لشركات سياحة بس. المطار الجديد كويس دلوقتي عن الأول لأن اتوسع والسائح بيستريح وإحنا بنقف نقف. مفيش مدينة سياحية في مصر إلا وفيها أو جنبيها مطار. مطارات كبيرة ومطارات صغيرة، كل واحد منها واجهة لمصر تعبر عن روح العصر. ومفيش مدينة مطارها بيتطور قبل التاني، عجلة دايرة في كل المباني. مبنى في مطار القاهرة كنا بنسميه المطار القديم، اتطور في صلاته واستراحاته ولوحاته وآلياته لحد ما بقيناش عارفين هو ده المطار القديم ولا الجديد. جواه صالات على أعلى مستوى بتستقبل سياسيين ودبلوماسيين وزوار كبار بييجوا بلدنا. The airport is very big and there are very many people here willing to help you and give you advice to like. Quiero deciros que es encantador toda la gente aquí, no solo en el aeropuerto, sino todo lo que estamos recorriendo. Es muy amable y muy acogedora. That's quite similar, really quite similar to our European airports, like for example Rome, also Dublin, also Heathrow in London. It's nice, like me, it's bigger and has a good security and the people is a nice people. The information, yeah, it's very, very good. A man was always coming to ask us what we want to do and what we can do. الديكور وبراد الجو والعمال، تنظيم العمال، تنظيم الشنط، تنظيم كل حاجة. وزي ما قلنا التطوير في المطارات كلها في مصر يسبق بعضه ويسابق بعضه. الأقصر وشرم الشيخ وغيرها وغيرها، ما احنا مش أقل من العالم، ومطاراتنا برضو لازم تكون زيهم وأحسن.
ابتدى التفكير من 2003 في إنشاء مبنى كبير يضم الحركة طبقا للإحصائيات الرقمية اللي مسجلة عندنا والزيادة المستقبلية واللي ينحصر ل 8 ل 10%. المطار كان بيسع ل 1200 راكب في الساعة. في التطوير الجديد وصلنا ل 4500 راكب في الساعة، والمساحات المسطحات بتاعته 50,000 متر مربع كتيرمينال، والباركنج للعربيات لوحده برضه 50,000 متر مربع. بس احنا ما بنشوفش من المطار الا مبنى الركاب وده واجهته، لكن الطيران عشان يتم لازم يكون في ممرات للهبوط والإقلاع الطيارات، وأبراج مراقبة وأجهزة ملاحة وشبكات اتصالات ومعلومات وإنارة وأتوبيسات نقل ركاب وسيور وعربيات لنقل الشنط وخدمات أرضية لطيراننا وطيران الدنيا. الخدمات الأرضية لو تقدم للطائرة من أول نقطة اللمس للممر حتى نقطة الإقلاع مرة أخرى في اللاندنج اللي هو الوصول أو الإقلاع مرة أخرى. مش بس بوابة لمصر، لكن كل واحد رايح من بلد لبلد. شركات عالمية تقول مصر همزة الوصل بين بلاد العالم. أهم حاجة عندنا عنصر أهم من أي حاجة، وكل التدريب بيهدف لنمرة واحد للأمان. عشان كده لو شفنا عدد رحلات الطيران زادت عندنا في 10 سنين قد إيه، وعدد الركاب اللي دخلوا مطاراتنا اتضاعفوا قد إيه. لو عايزين شبابنا يلاقوا فرصة عمل ونفتح قدامهم باب الأمل، يبقى لازم ندربهم أحسن تدريب، وبعد كده لكل مجتهد نصيب. الدورات اللي بيتم اختيارنا ليها واختيار مكتب العمليات سواء أي قسم من أقسام المطار ليها، التدريبات دي إما خارج مصر أو داخلها عن طريق ناس متخصصة بتيجي من بره، أو بنطلع إحنا نشوف المطارات الخارجية عاملة إزاي. التدريبات لا تنتهي بشكل كامل، لأن كل يوم في جديد، خاصة في مجال زي مجال الطيران. المعلومات تكاد تكون يومية وجديدة، وكل شيء في جديد وكل وقت في جديد. مصر للطيران شركتنا الوطنية، 10 طيارات بوينج و31 طيارة ايرباص، ولسه في 11 في السكة جايين. هو ده اللي اسمه أسطول طيران. مركز العمليات المتكامل ده شغلته متابعة جميع رحلات الشركة من ساعة ما تبتدي الطيارة تتجهز إلى أن تغادر إلى أن تصل تاني إلى مطار القاهرة. هذا المركز بيتابع كل التحركات دي، وكذلك تحركات الأطقم اللي على هذه الرحلات. وجوه كل طيارة في طيار مصري، الدنيا كلها تشهد له عشان يتدرب أحسن تدريب، وتدريبه ما بيقفش في أي يوم طول ما هو مسؤول عن أرواح ناس وأحلام ناس. الطيار المصري مشهود له بالكفاءة سواء على المستوى الحربي أو المدني، وأثبت هذه الكفاءة في مجالات عديدة، والكفاءة دي هي نتاج للخبرات التأهيلية وللمراحل الدقيقة اللي بيمر بيها من أول ما بيدخل في هذا المجال لحد ما بيصبح قائد على أي طراز، بيدرب على أحدث الأجهزة العالمية.